على أطراف الصحراء العربية وتحت شمس بتحرق الجلد، كان في راجل إنجليزي غريب لابس الكوفية العربية وعينيه لونها أزرق باهت، بيبص في الأفق كأنه شايف حاجة أبعد من أي حد تاني. الراجل ده اسمه توماس إدوارد لورنس، اللي العالم كله عرفه بعد كده باسم لورنس العرب. الأسطورة دي مش بس عن واحد حارب وسط العرب ضد العثمانيين، دي قصة عن السياسة والجاسوسية والخيانات الكبيرة، وعن جمجمة بقت محور لغز امتد لعقود. لكن قبل ما نوصل للحظة اللي الناس كانت فيها بتدور على بقاياه، لازم نرجع لأول مشهد، لأول خطوة في الرحلة، ونعرف مين كان الراجل ده وإزاي حياته قادته من شوارع ويلز الباردة لرمال الجزيرة العربية المشتعلة. في 16 أغسطس سنة 1888 اتولد لورنس في قرية صغيرة في ويلز، لكن من أول يوم في حياته كان في سر كبير بيظلل اسمه. أبوه السير توماس تشابمان كان أيرلندي متجوز ست تانية اسمها إيديث، لكن سابها وهرب مع المربية بتاعت أولاده سارة لورنس. العلاقة دي كانت ممنوعة اجتماعيا وقتها، فما فيش جواز رسمي، وده معناه ان توماس إدوارد لورنس واخواته كانوا ابناء غير شرعيين. العيلة دي اضطرت تغير اسمها وتتنقل كتير عشان تهرب من الفضيحة، فبقى لقبهم الجديد هو لورنس على اسم الام. ده خلق عند الطفل الصغير شعور دائم بانه غريب، مش بس عن المجتمع لكن حتى عن نفسه. من صغره لورنس كان شغوف بالقراءة والمغامرة، كان بيقرأ عن الفرسان الصليبيين وعن الشرق وعن المدن الغامضة اللي في الصحراء. وفي الوقت اللي العيال فيه في سنه كانوا بيلعبوا في الشوارع، هو كان بيقضي ساعات في المكتبة أو بيعمل رحلات صغيرة بيزور فيها قلاع قديمة. وفي سن 15 سنة بدأ يسافر لوحده على دراجة، بيلف حوالين انجلترا وويلز، بيزور آثار القرون الوسطى ويصورها ويرسمها بدقة. الاهتمام ده بالتاريخ والآثار كان بداية طريق طويل، طريق هياخده بعد كده من الجامعات الأوروبية لعمق الصحراء العربية. لكن أهم لحظة في النشأة كانت لما دخل جامعة أكسفورد، وهناك ما درسش بس تاريخ لكنه تخصص في الآثار، وبدأ يركز على الشرق الأوسط خاصة سوريا وفلسطين. بعد ما خلص لورنس دراسته في أكسفورد سنة 1910، كان مشروع تخرجه مختلف عن أي زميل ليه. هو قرر يكتب عن القلاع الصليبية في الشرق الأوسط، وده معناه إنه لازم يسافر ويشوفها بعينيه. أول محطة كانت سوريا وفلسطين. لورنس مشي على رجليه مئات الكيلومترات في الشمس الحارقة، بيزور القلاع، يقيسها بدقة، بيرسم خرائطها ويوثق كل حجر فيها. وده خلاه مش بس مؤرخ لكن كمان رحالة، بيعرف يتعامل مع الصحراويين والبدو ويكسب ثقتهم بسرعة. وفي سنة 1911 جات له فرصة عمره. البروفيسور ليونارد وولي كان بيقود بعثة أثرية في مدينة قرقميش على الحدود بين تركيا وسوريا، ولورنس اتعرض عليه ينضم للبعثة كمساعد. في قرقميش لورنس عاش وسط العمال المحليين وأتقن شوية من اللغة العربية، كان بيشاركهم الأكل وينام في خيامهم وبيسمع قصصهم عن الصحراء والحروب القديمة. البعثة دي غيرت حياته، لأنها مش بس عرفته على طبيعة العرب وثقافتهم، لكنها كمان فتحت له باب لشبكة علاقات مع ناس في الحكومة العثمانية والمجتمع العربي، وهي العلاقات اللي هيلعب بيها دور كبير وقت الحرب. وفي الفترة دي بدأ لورنس يطور مهارة نادرة، إنه يقدر يندمج وسط الناس وكأنه واحد منهم، سواء كانوا بدو في الصحراء أو ضباط في الجيش البريطاني. وده بالظبط اللي هيخليه بعد كده لورنس العرب. لكن لسه الحرب العالمية الأولى ما اندلعتش، ولسه في أحداث كتير هتحط لورنس في قلب معركة أكبر من أي حفريات أو خرايط. سنة 1914 العالم كان على وشك الانفجار، أوروبا بتغلي من التوترات والتحالفات بتتشابك زي خيوط عنكبوت. وفجأة حادثة اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند في سراييفو كانت الشرارة اللي ولعت الحرب العالمية الأولى. في اللحظة دي بريطانيا كانت محتاجة ناس تعرف الشرق الأوسط كويس، ناس تقدر تترجم، تفهم الجغرافيا، وتعرف عقلية العرب والعثمانيين. ومين كان أنسب من شاب إنجليزي قضى سنين في الصحراء بيتكلم شوية عربي ويمشي في الصحراء زي أهلها؟ هنا دخل لورنس على خط المخابرات العسكرية البريطانية. قبل حتى ما الحرب تبدأ رسمي، لورنس شارك في بعثة استكشافية لشبه جزيرة سيناء بهدف رسم خرائط دقيقة للمنطقة. الخرائط دي هتكون كنز استراتيجي لو حصلت معارك هناك بين بريطانيا والدولة العثمانية. وبعد إعلان الحرب انتقل لورنس للقاهرة، مركز العمليات البريطانية في الشرق الأوسط. المكتب اللي اشتغل فيه كان اسمه المكتب العربي، وده مش مجرد مكتب، ده كان عقل المخابرات البريطانية في المنطقة. هنا بدأ لورنس يجمع معلومات عن القبائل العربية ويحلل تحركات الجيش العثماني،
ومع مرور الوقت ما بقاش بس محلل الخرايط، بقى رجل ميداني بيتحرك بنفسه وبيتسلل المناطق ويكسب ثقة الزعماء المحليين. لكن نقطة التحول الحقيقية جت سنة 1916 لما اندلعت الثورة العربية الكبرى ضد الحكم العثماني بقيادة الشريف حسين وأولاده. الثورة دي كانت لحظة ذهبية للورنس، لأنه شاف فيها فرصة لتغيير موازين القوى وبرضه يطبق كل اللي اتعلمه في الصحراء. المخابرات البريطانية بعتته يقابل الأمير فيصل بن الحسين، وهناك اتولد التحالف اللي هيغير شكل الحرب في الشرق الأوسط. كانت شمس الحجاز حارقة والأفق مليان بلمعان السراب. لورنس بلبسه العسكري البسيط دخل على معسكر الأمير فيصل في وادي الصفرة. هنا بين الجبال والصحراء كان مقر قيادة جزء من قوات الثورة العربية. لما دخل لورنس كان شايف كل العيون عليه، جنود القبائل لابسين الكوفية والعقال ومعاهم بنادق قديمة وبعضهم واقف جنب خيوله. أما وسطهم فكان الأمير فيصل بن الحسين، طويل القامة مهيب الهيئة، لابس عباية بيضة وعقال اسود وعليه ملامح قائد يعرف الصحراء زي ما يعرف كف ايده. لورنس انحنى تحية والأمير فيصل رد بابتسامة خفيفة. بدأ الحوار بحذر، لكن بسرعة لورنس قدر يكسب اهتمام الأمير. حكى له عن خطط بريطانيا لدعم الثورة وعن أهمية ضرب خطوط السكك الحديد اللي بتمد الجيش العثماني بالمؤن من الشام للمدينة المنورة. المصادر التاريخية بتقول إن لورنس كتب في مذكراته عن الأمير فيصل: كان رجلا ذا ذكاء طبيعي وهدوء أعصاب وبعد نظر، أكثر زعيم عربي التقيته، كان مؤهلا لقيادة حرب في الصحراء. لكن لورنس ما اكتفاش بالكلام، قعد أيام في المعسكر، شارك الجنود أكلهم وشربهم وركب الخيل معاهم وعاش حياتهم. ده خلاه يكسب ثقة الأمير وقيادة القبائل بسرعة غير متوقعة. وفي إحدى الليالي قعدوا على ضوء النار يرسموا الخطة الأولى: هجمات خاطفة على خط سكة حديد الحجاز وتفجير الجسور والقضبان عشان يربكوا الجيش العثماني ويعزلوه عن المدينة المنورة. دي كانت بداية أسطورة لورنس العرب، مش بس جاسوس أو ضابط، لكن مقاتل بيفكر بعقلية بدوي وبيتحرك في الصحراء وكأنه واحد من أهلها. بعد أسابيع من المراقبة والتخطيط جه اليوم اللي هيتحول فيه لورنس من مجرد ضابط ارتباط لمقاتل في الصفوف الأولى. الفجر كان لسه بيرسم خيوط الضوء على الصحراء والبرد لسه شديد. لورنس لابس الكوفية والعقال وماسك بندقية قديمة وراكب جمل جنب رجال الأمير فيصل. الهدف الأول محطة أبو التور على خط سكة حديد الحجاز بين المدينة وتبوك. الخطة كانت واضحة: مجموعة صغيرة هتهاجم الحامية العثمانية فجأة، ومجموعة تانية هتزرع الديناميت على القضبان، وبعدين الانسحاب قبل ما يوصل أي تعزيزات. المصادر التاريخية بتقول إن لورنس بنفسه ساعد في تجهيز المتفجرات، وإنه اتعلم من رجال القبائل طريقة التحرك السريع في الصحراء من غير ما يسيبوا أثر. الديناميت انفجر والقضبان تطاير والدخان غطى المكان. العثمانيين اتلخبطوا وبدأوا يردوا بالنار، لكن الهجوم كان خاطف لدرجة انهم ما لحقوش حتى ينظموا دفاعاتهم. لورنس بيحكي بعدها في مذكراته بيقول: في تلك اللحظة فهمت أن الصحراء ليست فراغا، بل هي سلاح إذا عرفت كيف تستخدمه. العملية نجحت ورجال فيصل انسحبوا ومعاهم أول انتصار في سلسلة هجمات هزت الجيش العثماني وقطعت اتصاله بالمدينة المنورة، ودي كانت مجرد البداية. بعدها العمليات اتوسعت وبقت ضربات على طول خط السكة الحديد لحد ما اسم لورنس بقى مرعب للعساكر العثمانيين. في أوائل 1917 كان في مدينة صغيرة على ساحل البحر الأحمر، العقبة، مدينة محصنة بجبال شاهقة من الخلف وحامية عثمانية قوية ومينا استراتيجي بيحمي الطريق لبلاد الشام. كل القوى البريطانية كانت شايفة أن الهجوم على العقبة لازم يتم من البحر، لكن كان مستحيل تخترق مدافع الساحلية العثمانية. فلورنس بعقله المختلف فكر: لو البحر مقفول يبقى الباب هو الصحراء. الخطة كانت مجنونة: الهجوم على العقبة من الداخل من قلب الصحراء من طريق محدش يتخيله، ده انتحار. لورنس اجتمع مع القائد القبلي عوض أبو تايه من الحويطات، واحد من أمهر المحاربين وأعلمهم بالصحراء. الاتفاق كان على مسيرة طويلة عبر وادي السرحان، أثناءها ضرب المواقع العثمانية على طول الطريق لتشتيت الانتباه، ثم الوصول للعقبة من الجهة الشرقية من المكان اللي مفيهوش تحصينات تقريبا. المصادر التاريخية بتأكد إن الرحلة كانت شاقة، العطش كان هيقتلهم أكتر من مرة، لكن مهارة رجال البادية في إيجاد المية والمرور وسط الصحاري الخالية أنقذت الحملة. يوم الهجوم
القوات العربية انقضت على الحملة العثمانية في شرق العقبة. المفاجأة كانت قاتلة، الجنود العثمانيين ملحقوش يرتبوا دفاعاتهم، وفي ساعات قليلة سقطت العقبة. لورنس بعدها وصف اللحظة دي في مذكراته وقال: حين دخلت العقبة من الصحراء شعرت أنني كسرت قاعدة الحرب وكتبت سطرا جديدا في كتابها. العقبة بقت تحت سيطرة العرب، والمينا اتفتح للبريطانيين لإمداد الثورة العربية، ومن هنا بدأ اسم لورنس العرب يلمع في الصحف البريطانية وكأنه بطل من قصص المغامرات. بعد سقوط العقبة لورنس فهم ان السيطرة على المدن لوحدها مش كفاية. لو عايزين الثورة العربية تستمر وتضغط على العثمانيين اكتر لازم يقطعوا شريان امدادهم الرئيسي، سكة حديد الحجاز. الخط ده كان بيربط دمشق بالمدينة المنورة وبينقل الجنود والعتاد والمؤن. كسره كان معناه شل حركة الجيش العثماني في جنوب الحجاز. المصادر التاريخية بتأكد ان لورنس خطط لسلسلة من الهجمات الخاطفة مع قوات قبائل الحويطات وبني عطية وغيرهم، تفجير جسور، نسف قضبان السكك، قطع خطوط التلغراف. لورنس كتب في مذكراته: كنا نزرع الموت في السكة الحديد ثم نختفي في الصحراء قبل أن يعرفوا من أين جاء. كانت الهجمات دي مش بس بتضر العثمانيين عسكريا لكنها بتحطم معنوياتهم. القوافل بقت بتتأخر والجنود ما بقوش أمينين حتى على خطوط الإمداد. واحدة من أشهر العمليات كانت في أوائل 1918 لما فجروا قطر عسكري محمل بالذخيرة والجنود. العملية حققت صدى واسع في الصحافة الغربية، ولورنس اتحول من ضابط ميداني لرمز أسطوري في الدعاية البريطانية. لكن كان في جانب تاني للقصة. لورنس كان بيشوف بنفسه الدماء، الجثث والضحايا. كان بيكتب في رسائله إنه بيحس بثقل في ضميره. نحن نزع الرعب لكننا أيضا نحصد الألم. بالطريقة دي كان بيوصف إحساسه المتناقض. الهجمات على خط الحجاز استمرت لشهور، ومع كل عملية ناجحة كانت شوكة الدولة العثمانية في الجزيرة العربية بتضعف أكتر. في الوقت اللي لورنس فيه بيقود العمليات في الصحراء كانت المكاتب في لندن وباريس مليانة خطط وخرائط سرية. الحكومة البريطانية كانت بتوعد الشريف حسين وابنه فيصل بدولة عربية مستقلة لو وقفوا مع الحلفاء ضد العثمانيين، لكن في الكواليس كان في اتفاقات سرية زي سايكس بيكو سنة 1916 اللي قسمت أراضي الدولة العثمانية بين بريطانيا وفرنسا. لورنس نفسه كان عارف الاتفاقية وساكت، وده بيظهر في مضمون رسالة كتبها فيما بعد قال فيها: كنت أعلم أننا نخونهم لكني حاولت أن أخدمهم قدر استطاعتي في حدود الممكن. لورنس في معسكر الثورة كان بيمثل الحليف المخلص. مع الأمير فيصل كان بيخطط للمعارك وبيتكلم عن مستقبل العرب بعد النصر، لكن في الاجتماعات السرية مع ضباط بريطانيا كان بيسمع خطط ملهاش أي علاقة باستغلال العرب، وده خلق صراع داخلي عنده. هل هو ضابط بريطاني بينفذ أوامر بلده ولا صديق للعرب لازم يحمي حلمهم؟ وفي لحظة مصيرية كتب في مذكراته: كنت أمشي على حبل مشدود بين ولاءين، وفي كل خطوة كنت أشعر أني على وشك السقوط. التحالفات كانت معقدة، العرب مع البريطانيين ضد العثمانيين والبريطانيين مع الفرنسيين لكن ضد وعودهم للعرب، ولورنس بيحاول يمسك العصاية من النص. لكن مع اقتراب الحرب من نهايتها الخيانة هتظهر للعلن، وساعتها كل حاجة هتتغير. في خريف 1918 دمشق ما كانتش بس مجرد مدينة، لكنها كانت حلم من الثورة العربية اللي بدأتها قبائل الحجاز توصل هنا لقلب الشام وتعلن ميلاد أمة عربية حرة. لكن الطريق لدمشق كان مليان حاجات أخطر من المدافع، كان مليان مؤامرات. لورنس اللي كان عارف إن القوات البريطانية والفرنسية مرسوم ليها نصيب الأسد دخل دمشق ومعاه القوات الثورة، لكن المفاجأة لما الجيش العربي دخل لقى الإنجليز موجودين قبله بساعات ومعاهم أوامر من لندن وباريس بالسيطرة على المدينة فورا. لورنس في مذكراته كتب: شعرت وكأنني خنت الناس الذين أحببتهم، لكن الخيانة الحقيقية كانت أكبر مني بكثير. المدينة استقبلت القوات العربية بالأهازيج، لكن ساعتها ما كانوش يعرفوا إن فرنسا وبريطانيا كانوا موقعين اتفاقية سايكس بيكو من سنين واللي هتقسم الشام والعراق بينهم، وده هيخلي الحلم العربي مجرد سطر في خطبة مش حقيقة على الأرض. لورنس وقف قدام علم الثورة العربية والدمع في عينه وقال لأحد الضباط العرب إن هنا مهمته خلصت والباقي بتاعهم. لكن اللي جاي ما كانش حرية، كان انتداب وخرايط بتتغير على مكاتب أوروبا من غير ما حد يسأل الشعوب اللي هتتأثر بيها. هنا انتهت معركة دمشق وابتدى زمن جديد، زمن تقسيم الأرض والروح. بعد ما ساب دمشق لورنس كان راجع لإنجلترا مش بس بجسمه لكن محمل بذكريات الحروب ووجوه رجالة مش كلهم رجعوا منها. في لندن استقبلوه كبطل، الراجل اللي قاد العرب للانتصار على الأتراك، لكن الحقيقة إن الإنجليز كانوا شايفينه أكتر كأداة دعائية
يلمعوا بيها صورة الإمبراطورية. الصحف البريطانية كانت بتحط صورته على الصفحات الأولى، شعره الأشقر تحت الكوفية العربية وعيونه الزرقاء اللي بتلمع تحت شمس الصحراء. كانوا بيسموه لورنس العرب، اللقب اللي هو نفسه ما كانش بيرتاح له. في كتابه أعمدة الحكمة ال7 كتب: وجدت نفسي أسير أسطورة صنعتها بريطانيا، بينما كنت أبحث عن حقيقة ضاعت في رمال الجزيرة. لكن ورا الكواليس لورنس كان بيحس بالخذلان الشديد. الوعود اللي اتقالت للعرب ما اتنفذتش، والثورة اللي كان بيحلم بيها اتحولت لمجرد فصل في كتاب التاريخ. عشان يهرب من الأضواء دخل الجيش البريطاني بأسماء مستعارة، خدم كجندي بسيط بعيد عن الصحافة والقصور. لكن حتى هناك ما قدرش يهرب من صورته اللي رسمها له الغرب، صورة البطل الرومانسي اللي بيعيش مغامرات في الصحراء. وبالطريقة دي رجع لورنس لإنجلترا جسد، لكن قلبه وعقله فضلوا تايهين بين رمال العرب. في السنين الأخيرة لورنس كان عايش في عزلة اختيارية. هو اختار يعيش في عزلة في بيت صغير في ريف انجلترا، بيت ما فيهوش كهرباء تقريبا، بس فيه كتب ورسائل وذكريات. كان بيكتب ويقرا وبيركب دراجته النارية اللي كان بيعشقها بجنون، لكن جواه كان في جرح مفتوح، الخذلان من الساسة والذنب تجاه العرب، واحساسه انه كان لعبة في ايد امبراطورية اكبر منه بكتير. في 19 مايو سنة 1935 لورنس خرج بدراجته في طريق ريفي، لكنه مرجعش. بيقولوا انه حاول يتفادى صبيين على دراجة ففقد السيطرة واصطدم، وبعد ايام مات متأثر بجراحه. وبيقولوا مات وقتها، لكن هل كانت مجرد حادثة ولا كانت تصفية؟ البعض بيقول ان المخابرات كانت خايفة من كتاب جديد كان بيكتبه، والبعض الاخر شايفها مجرد مأساة على الطريق. في جنازته حضر كبار قادة الجيش والسياسيين، وحتى الملك جورج الخامس ارسل تعزيه. لكن في قلوب العرب اللي عفوه فضل السؤال متعلق: هل كان لورنس بطل قضية ولا جاسوس بارع لعب لعبته للآخر؟ رحل لورنس، لكن أسطورته لسه عايشة في كتب التاريخ وفي الأفلام وفي الجدل اللي مش بيخلص. يمكن عشان قصته مش بس عن حرب، قصته كانت عن وعد وخيانة وحلم ضاع. يا ترى إيه كانت الخطيئة في قصة لورنس العرب؟ كان معكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.